السلام عليكم ورحمة الله حبايبي أبطال خمسة ابتدائي، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة الفيديو ده مهم جدا بعيدا عن الامتحانات، اللي هو ضرب الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية في عدد صحيح. طبعا خلي بالك، مهم جدا في الضرب وفي القسمة بتاعت الكسور ما ينفعش نوحد المقام زي الجمع والطرح. لا، بنشتغل ازاي؟ طب في الضرب أول حاجة عندي بيجي لي ضرب كسر عادي في كسر عادي، أو كسر اعتيادي في كسر اعتيادي. اول حاجه عندي ممكن هنا احل المساله دي بطريقتين. لما تلاقي رقم موجود فوق ورقم موجود تحت، يعني رقم في البسط هو في المقام وفي علامه فيه بينهم، هنطيرهم مع بعض، نقسمهم 5 على 5. فيها هنا الواحد والواحد، خلاص يبقى التلاتة دي تنزل زي ما هي، والستة تنزل زي ما هي، لأن واحد في تلاتة بتلاتة وواحد في ستة بستة، يبقى 3 على 6. وطبعا ممكن نختصر نبسط، يعني هنقسم ازاي نختصر. التلاتة اللي فوق والستة اللي تحت موجودين في ناتج جدول ضرب كام؟ موجودين في ناتج جدول ضرب 3. الستة موجودة في جدول ضرب 2 في الناتج، انما التلاتة لا، هما الاتنين موجودين في التلاتة، نقسم على التلاتة. 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاتنين، يبقى 1 على 2. حد تاني يقول لي طيب انا عايز اضرب البسط في البسط، 3 في 5 ب15، صح. واضرب المقام في المقام، 5 في 6 ب30، صح. هنلاقي الاتنين دول موجودين في جدول ضرب الاتنين يقبلوا على 15. 15 على 15 فيها الواحد، 30 على 15 فيها الاتنين، هو الناتج نص. كده كده الناتج هيطلع 1 على 2. بعد كده عندي بيجي لي ضرب عدد صحيح في كسر اعتيادي، نفس القصة بالظبط، بس الفرق ان انا العدد الصحيح هشد له شرطة كسر تحته خط اهو، واقسمه على واحد، لان اي عدد صحيح على واحد هو نفس القيمة او نفس العدد. ونشتغل عادي. هل في رقم فوق موجود زيه رقم تحت نطيرهم مع بعض، يعني نختصرهم يروحوا مع بعض؟ لا، مفيش. بس في حاجة تانية، اللي هو ممكن ال6 وال10 دول موجودين في ناتج جدول ضرب 2، فممكن نقسمهم على 2. 6 على 2 فيها التلاتة، 10 على 2 فيها الخمسة. أصبح عندي بقى في عندي هنا 5 فوق و5 تحت، نطيرهم. هيتبقى عندي فوق 3 في 1 ب3 على الواحد هيساوي 3، لأن ده كسر غير حقيقي، كسر كداب. حد تاني هيقول لي طب ما أنا عايز أضرب، اللي هو إزاي؟ يعني 5 في 6 على 10. قلنا العدد الصح نشد له شرط الكسر ونكتب واحد. قال لك انا عايز اضرب البسط في البسط، راسه في راسه، 5 في 6 ب30، ماشي. واضرب رجله في رجله، المقام في المقام، 1 في 10 ب10، ماشي. يساوي 30 على 10 فيها التلاتة، او ممكن تطير الصفر مع الصفر، و3 على 1 فيها التلاتة. كده كده هتلاقي نفس الناتج هو. المسألة اللي بعد كده عندي جايب لك كسر اعتيادي ضاربينه في عدد كسري. ده مهم جدا، لازم لما تلاقي كسر مضروب في عدد كسري، لازم العدد الكسري ده نرفعه ازاي؟ نخليه كسر غير حقيقي زي ما خدنا في سنة رابعة. النص ينزل زي ما هو، النص ينزل زي ما هو. فيه الأربعة في المقام بتنزل زي ما هي. هنا بنضرب ايده في رجله، 2 في 4 ب8، زائد راسه اللي هو 1 يبقى 9. تاني، يبقى انا عندي لما اضرب كسر في عدد كسري، لازم العدد الكسري نرفعه نخليه كسر غير حقيقي، كسر كداب، راسه اكبر من رجله، بسطه اكبر من من مقامه. هل يا ترى في رقم فوق ممكن نطيره مع اللي تحت؟ لا. نضرب بقى 1 في 9 ب9، 2 في 4 ب8. طب ما هو في مشكلة مقابلياني، ايه هي المشكلة؟ ان ده كسر غير حقيقي، كسر كداب، لان بسطه اكبر من مقامه وراسه اكبر من رجله، فلازم احوله لعدد كسري. المقام بينزل زي ما هو وانت مغمض. التسعة دي لو حبينا نطلع منها كام 8، فيها كام 8؟ فيها 8 واحدة زائد واحد هو اللي يتبقى، 8 واحدة يعني اكتب واحد. التسعة فيها كام 8؟ 8 واحدة، ما تكتبش هنا 8، 8 واحدة يعني واحد. لو معاك 9 جنيه ورحت تشتري حاجة ب8 جنيه، هتشتري كام حاجة؟ حاجة واحدة. طب وهيتبقى معاك واحد. عايز اتأكد ان انا شاطر وان انا حليت صح. ايده في رجله، 1 في 8 ب8 زائد راسه زائد واحد يبقى 9، فعلا هي 9 والتمانية ثابتة، يبقى الناتج 1 وتمن. طيب بعد كده جاي لي عدد صحيح في عدد كسري، والله نفس القصة. العدد الصحيح ده التلاتة، هنشد له شرط الكسر ونكتب تحته واحد، الفي تنزل. العدد الكسري زي ما اتفقنا هنرفعه الى كسر غير حقيقي، كسر كذاب، راسه اكبر من رجله، بسطه اكبر من مقامه. التلاتة هتنزل عندي في المقام زي ما هي، واضرب ايده في رجله زائد راسه، 2 في 3 ب6 زائد 1 7، واقول له يساوي.
في حد سامعه معايا بيقول لي يا مستر احنا هنطير التلاتة مع التلاتة. خلي بالك في ولاد احيانا بيتلخبطوا يقول لك طير تلاتة مع التلاتة يبقى صفر. لا، تلاتة مع التلاتة يعني انا هقسم تلاتة على التلاتة فيها الواحد وهنا واحد، وطالما ده بقى واحد وهضربه في سبعة يخلي قيمة السبعة زي ما هي. طبعا اوعى يجي لك رقمين في المقام زي بعض تقسمهم او تطيرهم، او رقمين في البسط، لا لازم الرقم يبقى موجود فوق في البسط وواحد زيه في المقام، والكلام ده في الضرب بس. يعني دي لو على او زائد او ناقص، لا احنا اتفقنا قلنا الزائد والناقص لازم نوحد المقام، هنا مفيش توحيد مقام في الضرب. طيب هيتبقى عندي السبعة فوق والواحد تحت، ده كسر غير حقيقي كداب، سبعة على الواحد بتساوي سبعة، يبقى الناتج ايه؟ سبعة. طب انت لو حبيت تضرب تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، واحد في تلاتة بتلاتة، هي واحد وعشرين على التلاتة فيها السبعة، هي نفس الناتج، هيكون عندي نفس هو الناتج. تمام. بعد كده بقى العدد الكسري في العدد الكسري، والله نفس القصة. ارفع العدد الكسري ده الكسر غير حقيقي، نزل الاتنين اهي تحت في المقام، اضرب ايده في رجله، اتنين في تلاتة بستة زائد راسه اللي هو واحد يبقى سبعة. في برضه نفس القصة، لازم انزل المقام الاول تحت الخمسة، اضرب ايده في رجله، اتنين في خمسة بعشرة، واحد حداشر يساوي. ما عنديش حاجة فوق اطيرها مع حاجة تحت، او مفيش عدد فوق زيه عدد تحت موجودين في ناتج جدول ضرب مع بعض. اضرب بقى سبعة في حداشر، سبعة وسبعين، اتنين في خمسة بعشرة. ايه ده كسر غير حقيقي، كسر كداب. تعمل له ايه؟ قال لك لازم احوله الى عدد كسري، العشرة اللي في المقام نزلها زي ما هي. طب يا ترى يا سبعة وسبعين انت فيكي كام عشرة؟ والله السبعة وسبعين ممكن نقول عبارة عن سبعين زائد سبعة، سبعين على العشرة فيها السبعة، ويتبقى عندك ايه؟ سبعة. عايز تتأكد ان انت صح، اضرب ايده في رجله، سبعة في عشرة بسبعين، وادي سبعة يبقى سبعة وايه وسبعين، والمقام ثابت عندي زي ما هو. حبايب ابطال سنة خمسة، يا ريت تشوف الفيديو ده مرة واتنين وتلاتة، لانه هيفيدكم بعيدا عن الامتحانات اللي بنمتحنها، ده هيفيدكم فيما بعد للسنين اللي بعد كده. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله الامتحانات تعدي على خير، واشوف وشكوا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.